كلمة بطل في عالم وقت المغامرة، أول اسم هيجي في دماغنا هو فين البشري. فين مش مجرد شخصية كرتونية عادية، ده الولد اللي بدأنا معاه الرحلة من أول حلقة لحد آخر. اتربى كيتيم، وأكبر دليل على ده إنه نفسه ما كانش فاكر طفولته في البداية، لكن اتلقط واتربى وسط عيلة جيك الكلب واللي كانوا ليه سند وعيلة بجد. في اللحظة دي فين كان دايما عايش بروح المغامرة، وقلبه كان مليان شجاعة وعقله مليان فضول. اللي يميز فين مش بس إنه بطل، لأ، اللي يميزه اننا شفنا شخصيته وهي بتكبر قدامنا، من ولد صغير بيجري ورا اي مغامره لمجرد المتعه، لحد شاب بجد بيقف قدام مواقف صعبه جدا وبيتعلم ان البطوله مش مجرد قتال بالسيف، البطوله ممكن تكون تضحيه ومسامحه او حتى مجرد قرصه. من اول لحظه هو ماسك سيفه بنشوفه بيواجه اشرار زي ملك الجليد ووحوش عجيبه ومخاطر ملهاش اخر، لكنه في نفس الوقت كان بيظهر جوانب انسانيه جدا، زي لما وقع في الحب مع أميرة العلكة. والتجارب دي علمته إن الحياة مش كلها انتصارات، في لحظات بتكسر الواحد، لكن أهم حاجة إنه يقوم تاني. كمان فين كان عنده دايما إحساس بالمسؤولية تجاه أرضه، حتى وهو صغير كان بيحس إن إنقاذ أي حد محتاج مساعدة واجب عليه. وأكتر مشاهدات مؤثرة لما يبان عليه التوتر أو الزعل من إنه ما قدرش يساعد شخص كان بيحبه، ده بيبان قد إيه هو حساس وطيب، حتى لو كان بيحاول دايما يظهر بالشجاعة والقوة. الرحلة بتاعت فين كانت كمان رحلة لاكتشاف نفسه، اكتشف حقيقة أهله وأبوه اللي قابله في وقت متأخر وعلاقته اللي معقدة معاه. الحاجات دي كلها بتخلي المشاهد يحس إن فين مش مجرد بطل كرتوني، لكن ده شخصية شبهنا بيمر بمرحلة المراهقة وبيغلط وبيحاول يتعلم ويرجع يقف من جديد. كمان من أكتر الحاجات اللي ميزت فين إنه عمره ما كان بيقف لوحده، دايما كان معاه جيك، واللي كان مش بس أخوه لكن كمان صديقه المخلص اللي وقف معاه في كل الظروف. العلاقة دي بين فين وجيك هي العمود الفقري للمسلسل كله، وتوضح قد ايه الصداقة ممكن تبقى أقوى من أي سحر أو قوة عادية. وفي النهاية فين العادي بيفضل هو النسخة الأساسية اللي اتبنت عليها باقي النسخ، وفي البداية هو النموذج، ولو ما كانش فيه فين موجود ما كناش هنشوف بقية النسخ. دي بقى النسخة تانية مختلفة، نسخة إنثوية لكن مليانة شجاعة وروح مغامرة زي فيونا ظهرت أول مرة في حلقات قصيرة كقصص بيكتبها ملك الجليد، واللي فيها كل الشخصيات اتبدلت بين ولد وبنت. وفي بدايات كتير افتكروا انها مجرد هزار، لكن مع الوقت عرفنا انها ليها عالم كامل. فيونا نسخة انثوية من فين، لكن مش مجرد نسخة كرتونية بتحب المغامرات زيه. قلبها مليان شجاعة وبتجري على اي خطر عشان تساعد، لكن ليها كمان طابع خاص بيخليها مختلف. اسلوبها في الكلام وتصرفاتها وطريقة تفكيرها كلها بتخليها بطلة مستقلة بذاتها. اكتر حاجة مميزة فيها انها بتورينا ان البطولة مش مرتبطة بجنس او شكل، لكن مرتبطة بالروح نفسها وعلاقتها مع كيك. النسخة الأنثوية من جيك بتبين قد إيه الصداقة عنصر أساسي في كل مغامرة. في حلقاتها شفناها بتواجه مواقف صعبة وبتسأل نفسها هل أنا فعلا بطلة، وده بيخلي الشخصية عميقة قريبة من المشاهد. وده كمان خلاها تاخد شخصية شعبية كبيرة، لأنها مش مجرد انعكاس لفين، لكنها شخصية مستقلة، بطلة بعالمها الخاص وروحها الفريدة. ودلوقتي هنتعرف على نسخة غريبة جدا من فين، نسخة من عالم موازي غير أي حاجة شفناها قبل كده. هو فين من بعد المزرعة. فيلم من بعد المزرعة اتخلق بسبب أمنية جريدور اللي غيرت مجرى التاريخ. هنا الحرب اللي دمرت الأرض ما حصلتش والعالم طبيعي جدا. فين عاش حياة بسيطة، عنده عيلة ومزرعة من غير مغامرات مجنونة. بس حتى في حياة بسيطة روح فين ما اتغيرت. أول ما واجه أي خطر شفنا نسخة مختلفة، أهدى شوية، أكتر واقعية، لكن برضه شجاعة النسخة دي بتوضح إن شخصية فين مش مرتبطة بالسحر أو المغامرات، ده قلبه وشجاعته هما اللي بيحددوا البطل. في أحداث لاحقة فين المزرعة دخل في صراعات كبيرة، خصوصا لما ظهرت قوة مظلمة زي التاج. هنا شفنا تحول مظلم للنسخة، وده أكد إن القوة ممكن تفسد أي حد حتى لو هو البطل. المشاهد اللي بيبان فيه كبير في السن، عنده عيلة، بيوضح قد إيه الحياة كانت هتكون مختلفة لو الظروف اتبدلت. نسخة واقعية ومؤثرة جدا. وأخيرا نروح للنسخة المعقدة والمظلمة فين العشبي، الوجه الأخير فين العشبي اتخلق من سيف العشب والكيان اللي جواه. في البداية كان مجرد سيف غريب، لكن مع الوقت اتكونت نسخة كاملة منه شبه فين، لكن مليانة صراع داخلي. فين العشبي عايش حياة صراع مستمر، هو مش الأصلي، وده بيخليه ساعات يقف ضد فين وأحيانا يكون صديق. جواه نفس الروح الشجاعة بس متغطية بالغضب والغيرة، وده خلاه من أكتر نسخ تعقيدا. وبالنسبة لي إن ده من أحسن الشخصيات اللي ظهرت في عالم وقت المغامرة كله. المواجهة بينه وبين فين العادي مش مجرد قتال، دي مواجهة داخلية جدا بتوريك قد ايه فين الحقيقي قوي ويتخطى صراعه الداخلي، وبتوريك احتمالات مظلمة كان ممكن يحصل فيها كل حاجة مختلفة. وكده نكون شفنا أهم 4 نسخ لفين العادي، فيونا وفار وفين العشب.
رشبي. كل نسخة ليها شخصية وقصة مختلفة، وكل واحدة بتورينا جانب مظلم من عالم وقت مغامرة. قولنا في الكومنتات ايه اكتر نسخة عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان نكمل مغامراتنا مع باقي النسخ العالم.